عبد الله السعيد قرار ركز المتخصص ومتعهد ركلات الجزاء في النادي الاهلي. عبد الله السعيد حدد زاويته، خد قراره وسجل اول الاهداف في اقصى الزاويه اليمنى. يضع عبد الله السعيد ركله جزاء صحيحه تماما لرمضان صبحي. بيطبل عبد الله السعيد ده قبل بدايه المباراه في لحظه اصطفاف الفريقين واستعداد الجميع لبدايه المباراه. عبد الله بيستعد وعبد الله يسجل الان. عبد الله السعيد اول اهداف اللقاء وثامن اهدافه مع النادي الاهلي في مشواره في الدوري هذا الموسم. ابتسامه وفرحه وضحكه مارتن يول تظهر اخيرا في هذه المباراه بعد ما تقدم النادي الاهلي بهدف لعبد الله السعيد. لكن اعتقد ان هادي مليك ومارتن بيقول للحكم يا منين يا كابتن. احمد فتحي في حاجه طبعا متفق عليها واضح جدا ان فتحي بيتكلم مع وليد ومع مؤمن زكريا مين اللي هيلعب، مؤمن ولا فتحي. لعبها مؤمن وتعدي جول يا خبر ابيض. الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقة 79. مش ممكن. شفت يا كابتن مليك ايفونا؟ قلت لحضراتكم الراجل مارتن يول طبعا مدرب كبير وبيفهم يا كباتن في مساحات. ولعب مليك ايفونا وعدى بكرة واحدة اهو، عمل تقدم للنادي الاهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 79. مش ممكن على كرة القدم وإثارتها